السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله قلوبكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: أشياء لابد من معرفتها أو إجرائها قبل شراء أي كناري. طبعا شاء الله عز وجل أن أذهب إلى أحد الأشخاص المربين ولديه بعض الكناري أراد أن يشتريها، فقمنا بفحص هذه الكناري فوجدنا مشاكل عديدة. طبعا أظهرنا المشاكل في الفيديو، وقبل أن نحول على التصوير تصوير العصافير، لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى أن تضع اللايك وأن تشير هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من المتابعين. سأتحدث على الفيديوهات بعد ذلك بالكلام وأشرح عليها. طبعا نتج لدينا في هذا الفحص عصفور أعمى وقمنا بتصويره، وأنثى مريضة بالتسييف ومعها مرض معوي، وعصفور لديه رشح. طبعا أوجزنا هذا الأمور في التصوير الفيديو، سأتحدث على الفيديو. وهناك إناث كانت غير جاهزة وإناث جاهزة، كل هذا ستجدونه في الفيديو. لابد للمشتري أن يتنور جيدا وأن يتعرف على معلومات كثيرة، منها هذه المعلومات التي ذكرتها في هذا الفيديو. نروح مع بعض على الفيديو. أولا في الحالة الأولى كان ذكر يعني بندوق يوكشير من الدرجة الأولى، وكانت العين اليمنى شبه عمياء بها ماء أزرق أو ماء أبيض، والعين الأخرى 3/4 عمى، يعني شبه أعمى هذا العصفور. وهذه العصافير نتعامل معها معاملة خاصة ذكرتها فيما سبق في فيديوهات سابقة. نعطيها فيتامين ألف، ولنزوجها نجعل مجثم واحد فقط في القفص لنتأكد من وقوف الأنثى بجوار الذكر مباشر عند وضعية التزاوج. يعني بنحط مجثم واحد، لا ما بنحط مجثمين. العصفور الأعمى أو الذي يرى بصعوبة نضع مجثم واحد فقط في القفص لنتأكد من أن الأنثى عندما تضع وضعية التزاوج تكون بالقرب منه ونحصل على تلقيح. رقم 2 في العصافير، وهي أنثى أسمر أبيض بندوقة جلوستر. هذه الأنثى لديها مشاكل معوية وتسييف. طبعا رقم 2 إذا أردنا أن نضع علاج بيطري فالفلورفينيكول هو العلاج السليم. فلورفينيكول 5 نقاط على نصف المشربية لمدة 5 أيام، مع تغذية الأنثى جيدا بالبيض المسلوق. النقطة الثالثة أو العصفور الثالث كانت أنثى طرية، بنقول عنها طرية، يعني على وجه جهوزية بدها تجهز. يعني هي والجاهزة واحد، تعد العش، قاعدة تجهز للعش، وهذه الحالة إنها جاهزة. طبعا الأنثى المريضة اللي حكيت عنها مش جاهزة، غير جاهز البطن. التي تلي أنثى بيضة 4، رقم 4 أنثى حبشية بيضة، بطنها جاهزة وبيضة. طبعا من البطن، من شكل البطن نتعرف على الأنثى الجاهزة، ومن شكل فتحة الإبراز نتعرف على الذكر الجاهز. أرجو أن يكون الفيديو أعجبكم، هذه الأفكار أعجبتكم، وأرجو مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وعلى المجموعات، لأنني لا أستطيع أن أنشر على المجموعات مثل قبل، لأنه الجوال الأصلي تاع القناة فقدناه، ولأنه ما في ولا مجموعة، ولأنه ما في إنترنت عندنا كافي لرفع فيديوهات أصلا أو للمتابعة. فلا تعتبوا علينا إن لم نرد على القناة على أسئلتكم، لا تعتبوا علينا من قلة التواصل، لأنه ما في عندنا إنترنت. يدوب بالعافية بنرفع هذه الفيديوهات لكي نبقى على تواصل معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.